السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي. ما ينفعش يعدي أول يوم رمضان إلا لما نعمل أشهر صينية كنافة في مصر كلها. نعمل كنافة بالكريمة. مهما تعددت الأنواع والأشكال والأطعم، هتفضل الصينية دي أو الصنف ده سيد سيد الناس زي ما بيقولوا، أو سيد الكنافة كلها. أنا عملتها لأن عملت صينية كبيرة وخدتها على التسوية. كنت رايحة أفطر عند أمي، ربنا يبارك في عمرها، فخدتها جهزتها خالص وجهزت الشربات بتاعها وسويتها عند ماما. هنا كنت بقطعها بعد ما طلعت. طبعا بعد ما طلعت مباشرة، حتى لو شفتوا هتلاقي البخار طالع منها. كانوا مستعجلين. يلا بينا نعملها مع بعضنا، سهلة جدا. تابعوا الخطوات وما شاء الله تطلع معاكم احسن صينية كنافة، احسن من اللي بنجيبها من بره. ده انا عامل صينية 40 في 40، فهستخدم ده كيلو من الكنافة. استخدمت تقريبا 700 جرام منهم. فتتها بايدي لاني كنت حاطاها في الفريزر. لو هي فريش ممكن نقطعها بالمقص او نضربها في الكبة ضربة خفيفة. تمام. هنا بقى الكريمة، ده كيلو من اللبن او لتر من اللبن. حطيت 5 معالق ونص من النشا عليه، واحط عليه معلقه قشطه او علبه قشطه اللي هي المعلبه اللي بنجيبها من السوبر ماركت، او ممكن معلقه كريمه كبيره من الكريم شانتيه. وارفعهم على النار مع التقليب لحد ما يتقلوا. هنا الكنافه حطيت عليهم 3 معالق من السكر البودر. سكر البودر ده لما بيتكرمل بيدي لون حلو للكنافه، بيديها لون ذهبي. تمام. في ناس بقى بتحط السمنه على الكنافه في الوقت ده وتدعكها مع بعض، انا ما بحبش. هنا جبت ازازه وخرمت الغطا بتاعها عشان احط فيها السمنه وتنزل كدش او الرذاذ بتاعها هي غرق الكنافه كلها. الكريمه استوت. هنا جبت الصينيه بتاعتي، حطيت عليها شويه سمنه من اللي في الازازه، وهجيب الفرشه واوزعهم كده. الكنافه زي ما اتفقنا قبل كده بتحب السمنه كتير. السمنه جمدت بسرعه لان الجو ساقع. ابتدي بقى اوزع ديسك من الكنافه كده حلو قوي، وحافظ على تسويه السطح بتاعه ان السطح كله يكون ميه واحده، ما تكونش حته عاليه وحته واطيه. واهم ما في الموضوع ان احنا نعمل جوانب مرتفعه للكنافه، او صينيه الكنافه للصينيه زي ما انتم شايفين، عشان تحجز الكريمه ما تلزقش في الصاج او في الصينيه. اهم حاجه ان انا اوزع الديسك كله بتاع الكنافه ده واضغط عليه ضغطه كويسه. ما تقلقوش خالص، هيتماسك الفرن وهيطلع كأنه كتله واحده باذن الله. هنا بتاكد ان السطح كله نفس المستوى واملس. بعد كده هجيب السمنه واغرقه سمنه تماما. الازازه دي هتساعدني في توزيع السمنه على الكنافه. ونهتم بالجوانب طبعا. بعد كده هنزل بالكريمه زي ما انتم شايفين. الجوانب اللي احنا عملناها للكنافه حجزت الكريمه. نوزع الكريمه ونسيبها بقى شويه لحد ما تتماسك او تبرد. مش هحط عليها الديسك التاني من الكنافه الا لما احس ان هي بردت. هنا بقى شوف توزيعها كويس كده، بردت الكنافه او بردت الكريمه. ابتدي بقى احط عليها باقي الكنافه التاني. هو تقريبا صينيه الكنافه بتاخد تلتين كنافه من تحت والتلت من فوق، يعني الديسكين ما بيكونوش متساويين مع بعض. ابتدي اوزع بقى الكنافه بتاعتنا كلها كده على وش الكريمه، واضغط عليها ضغطه بسيطه ونسكن الجوانب عشان نضمن الكريمه في الفرن ما تطلعش من الجوانب. ولو الحواف بتاعه الصينيه فيها كريمه او كنافه نمسحها بمنديل عشان ما تتحرقش وتبوظ شكل الصينيه. اخر خطوه بقى هنغرقها سمنه ونتك على الجوانب زي ما بقول لكم. فكره الازازه دي حلوه قوي، وزعت لي السمنه على الكنافه كلها احسن من المعلقه. تمام. كده بقى ممكن ندخلها الفرن لو احنا هناكلها على طول، او نسيبها بقى ونغلفها لو احنا رايحين لحد ناخدها معانا. انا غلفتها وسويتها عند امي. ده لما خدت لون بعد كده قلبتها على الوش التحتاني زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تحفه. ريحتها حلوه وشكلها حلو جدا. خليها تهدى 5 دقايق كده، وبعد كده احط عليها العسل بتاعنا. العسل بتاعنا كوبايتين من السكر على كوبايه ميه، حسب كميه الكنافه طبعا. والسكر لازم يكون ساقع والكنافه سخنه. نقطعها بقى. طبعا زي ما قلت لكم هما كانوا مستعجلين، فقطعتها وهي لسه سخنه خالص.
حتى الكريمة كانت سايحة تمام. لكن يستحسن ان احنا نستنى مثلا 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما الكريمة تتماسك وتطلع القطعة بايه، سليمة، او القطعة بقطعتها زي ما بيقولوا. جربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وان شاء الله تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.